بصوا بقى على الجمال. النهارده هنعمل الاندومي الاقتصادي بمكونات سهله وسريعه في البيت. وبصوا يعني تحفه جدا جدا جدا، هتعجب الاولاد. عشان كل شويه يقولك عايزين اندومي بره، لا هنعمل الاندومي باسهل الطريقه. والبهارات بتاعت الاندومي بره هقولكوا على التكات اللي تخليها زي اللي بره بالظبط. فيلا بينا نشوف الوصفه وقولولي بقى رايكم في الكومنتات يا حبايبي. بصوا جميلة جدا واقتصادية وسهلة وسريعة، وتقدري تعمليها بمكرونة الاسباجيتي العادية. يلا بينا نشوف الوصفة. دلوقتي معانا مية على النار بتغلي، هنحط عليها شوية ملح وهنحط عليها المكرونة. انا المكرونة ما بكسرهاش، واللي كانت عندي دي نوعها الشرايط، دي شرايط اسمها شرايط دي اللي كانت عندي. فانت لو عايزة تعمليها اللي هي الاندومي بقى اللي بتشتريها من بره، اعمليها بالمكرونه الاسباجيتي العاديه اللي هي الرفيعه دي اللي بتتجاب من بره، بس دي انا كانت عندي. دلوقتي هنجيب طاسه على النار، هنحط فيها معلقتين كبار كده من الزيت يسخن شويه. انا هعملها اصلا بالخضار. هنحط معاها بصل وفلفل الوان وفلفل اخضر، وهنحطهم على النار لحد ما يتبلوا زي ما انتم شايفين كده، لحد ما يتبلوا خالص. وبعد كده هنقلبها ونحط عليها جزره مبشوره بس في الاخر، لما الحاجات تدبل شويه كده، الخضار اللي معانا يدبل شويه، هنحط عليها الجزرايه المبشوره. انت بقى عايزه الجزرايه تعمليها طويله حطيها، بس عشان انا عندي اطفال فالجزر بصراحه بيبقى ناشف شويه، فانا قلت ابشره يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش تعملوا يا حبايبي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي بعد ما شوحته زي ما انتم شايفين، هقول لكم بقى على على البهارات اللي انا هستخدمها. دلوقتي بقى معايا انا معايا بهارات في ابتدى بابريكا وفلفل اسود وكركم وكاري وتوم باودر وبصل باودر ومرقه. انا طبعا المرقه هتمسكيها تقطعيها خالص او تفرميها، بس انا قطعتها بالسكينه علشان ما تبقاش يعني باينه قوي في الاكل. تفرميها خالص وبعد كده هتقلبي في النص كده ولحد ما البهارات تطلع ريحتها، لحد ما تشمي ريحه البهارات. وبعد كده تقلبيها في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتقلبيها كده في الخضار كله مع بعض لحد ما تشم الريحه. تمام، هتقلبيها تقليبه محترمه كده لحد ما البهارات كلها. انا ما حطيتش ملح، يعني المرقه المكعب المرقه ده فيه ملح اصلا، فانا ما رضيتش بصراحه ما احطها، وانا ما حطيتش الكيس كله فعلا. ده كله انا حطيت نص الكيس، يعني انا ما حطيتش الكيس كله. دلوقتي بصوا انا بعد ما حطيت دلوقتي كبشه من الميه بتاعت سلق المكرونه، عشان طبعا فيها نشا، وعشان تربط بقى معايا زي ما انتم شايفين. هديها غلوه كده واروح نازله عليها بالمكرونه اللي انا اللي هي استوت. انا برضو المكرونه اديتها ما اديتهاش سوا كامل علشان تكمل سواها في الصوص ده، علشان تبقى يعني ما تبقاش مهريه معاكي. دلوقتي انا هقلبها واوريها لكم لحد ما تستوي. بصوا بقى يا حبايبي جميله ازاي، والكركم اصلا بيخليها لونها جميل. او انت مش عايزه تعمليها بالخضار ما تحبش الخضار، يبقى هتكفي مثلا بالزيت اللي انا حطيته، هتشوحي فيه البهارات اللي قلت لك عليها. بس انا برضو عشان تبقى قيمه غذائيه اكتر للعيال يعني. انا اوريكم برضو بصوا المكرونه عامله ازاي جميله ازاي. انت بقى مش عايزاها بالخضار زي ما قلت لك. ودي بعد ما طلعت كده يا حبايبي شايفينها، بعد ما طلعت كده وغرفتها، طب جميله والله اتاكلت خالص. ولو عجبكم الفكره يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتصلوا على النبي في الكومنتات. ويا ريت يا جماعه تشجعوني باللايك عشان فعلا بيأثر معايا جدا، والكومنتات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تقولوا لي حابين اعمل لكم وصفه تاني اقتصاديه. والله يا جماعه جميله جدا وجربوها وهتدعوا لي جدا 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 جدا. وبصوا يعني انا زي ما قلت لكم في تكات كتير قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.